اش كنعرفوا على قياس سمع الأطفال أو لي PEA؟ كما شاهدتوا معنا اليوم كانت عندنا واحد لو تيست كنديروه باش كنعبروا السمع عند الاطفال. خصوصا اليوم كانت حاله ديال طفله عندها سنتين وما كتجاوبش مع الاهل ديالها، مع الوالدين ديالها، ما كتلعبش مع الاطفال، ما كتغياجيش مع الاصوات اللي كتكون قويه، وما كتقول حتى شي كلمه، لا ماما لا بابا. دونك وصلت لعامين وما كتخرج حتى شي حرف. دونك هنايا لجؤوا الوالدين عندنا العياده وقررنا اننا نديروا لها التيست هذا اللي كيدار في البلوك، كيدار تحت تخدير كلي باش ما كيكونش حركه ديال الطفل. وكنعملوا هذا لو تيست كما تشاهدوا في الفيديو معنا باش كنعبروا الدوغري ديال السمع ديال هذه الطفله. ملي عملنا هذا لو تيست لقينا للاسف انها ما كتسمعش كاريمون، يعني ما تفاعل سلبي مع الاصوات، وما كاين حتى شي تفاعل مع لو تيست اللي عملنا. دونك في هذه الحاله هذه الطفله تستدعي تدخل جراحي اللي هو زراعه القوقعه وترويض ديال النطق. هذا هو الرساله اللي بغينا نوصلوها للناس اللي كيشوفونا، وانه ما يتعطلوش على ولادهم، حيت الطفله لو كانت جات عندنا ولات عندنا 5 سنين ولا 6 سنين، دونك هذيك الساعه فات الفوت، كيبقى صافي ما عندك ما تعتق. دابا ملي جات في هذا لاج هذا ديال عامين، دونك نقدروا ندخلوا جراحيه، نديروا لا زراعه القوقعه، تعمل ترويض ديال النطق، تعلم الهضره على بكري باش تواكب الاطفال اللي في السن ديالها. دونك كندعو الناس انهم الى شكوا في ادنى يعني مشكل ديال السمع عند الاطفال ديالهم ولا تاخر ديال النطق، يلجؤوا للطبيب ديال الانف والاذن والحنجره باش يشخص الحاله ديالو ويقوم باللازم. وشكرا لكم جميعا.